اسيدي يخليو يعطيونا باتساع ويخليونا ما عرفتش انا شي يحرضوا علينا. علاش يحرضوا على الشيعة في المغرب؟ اشنو بغيت نعرف انا شنو داروا اليوم هاد الشيعة في المغرب، شنو داروا اليوم بالضبط؟ مثلا وهذا الكذوب هذا ما نسب ابا بكر وعمر كفار. علاش اسيدي؟ انا تنعتقد ابو بكر وعمر ظالمين، تظاهروا على رسول الله صلى الله عليه واله، تقتلوه بتنفيذ عائشه وحفصه. هادشي كلشي بالروايات ديالهم، ماشي بالروايات اسيدي، بلا نقولوا حنا ما عندهمش الروايات كاع في هذا الشيء، كاع حنا جايبين هذا الشيء من الخرافات ديالنا كاع. انا تنامن بهذا الشيء، ما جيت له زدت عليك لاموس، ما بغيت نقتلك، ما بغيت ندير لك والو. انا تنامن سيدي تاع بالقران المحرف مثلا، فرضا واخا هذه اكبر كذبه عندكم، تنامن سيدي تاع القران المحرف ومن بعد صافي خصني نذبح، صافي سالينا. فين كاين هادشي؟ فين كاين هادشي في الاسلام؟ فين؟ ابو سفيان بشحال هو بغى يقتل، ابو سفيان لعنه الله بشحال بغى يقتل رسول الله صلى الله عليه واله، راسا دخل رسول الله صلى الله عليه واله وهو متمكن. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، الله نصره، انا فتحنا لك فتحا مبينا. دخل مكه المكرمه، اشنو قال؟ قال لهم اقتلوا ابا سفيان. قال لهم من دخل دار ابي سفيان فهو امن. شوف سبحان الله، شوف الرحمه النبويه، شوف كي دايره، وشوفوا انتم كيفاش دايرين، بعادين كل البعد على الدين وعلى الاسلام وعلى اسم رسول الله صلى الله عليه واله. انتم جالسين تطبلون ليل نهار الا رسول الله، الا شكون اللي دار الفضيحه لرسول الله صلى الله عليه واله؟ تولوا الكاريكاتورات تكتبوا عليه. شكون؟ مين تيجيبوا هذاك فان جوخ ولا ما سميتو ديال هولندا ولا مين تيجيبوا هذا الشيء منين؟ من كلها من صحيح البخاري، من الفراغ، من كان هكا ناعس تيحلم ويفيق ويقول اجي نكتب هذه. ما بحال هكا جا لقى واحد التراث مليء بالزبل، حاشاكم، عامر بالوسخ، كله ملصقينه في رسول الله صلى الله عليه واله. ها هو باين، هو قائم، ها هو مع شنو تيدير، ها هو جالس بحال هكذا، ويتبان لي واحد المراه وهو يدخل في البخاري. هذا الشيء دابا نقول لك تبان لك بحال تنكذب، سير قلب في البخاري تلقاه بان لي هكا دخل ويخرج عرقان، زعما راه بحال جا من الجماع والعياذ بالله. رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه كانوا حداه، هو يدخل جا عرقان، زعما راه بحال غاسل ولا ما عرفت شنو. قال لهم من هذا فلياتي زوجه، فلياتي امراته، بهذا المعنى. واش هادشي في نظرك ما يديروش؟ هذا المغراوي ديالك مثلا تكون انت مع المغراوي جالس بحال هكا مريح، وهو ينوض ويدير بحال هكا، غدا ما تجيش عنده الحلقه ديالو، غدا هذيك الحلقيه التحلقين ديالو ما غتجيش عنده غدا، غتقول هذا ما تيحشم ما تيراعي. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن. مؤخرا تنتناقش مع واحد خينا بلا ما نذكروا سميتو، واخا بكري، تنتناقشوا معاه في واحد الاخ هو اصلا هو اللي كان تيتناقشوا، انا دخلت معاه في النقاش، تيتناقشوا. لا سيدي ما تقولش عثمان بن عفان هو التفسير ديال عبس وتولى، لا اهانه، لا قلتي عليه راه انت بغيتي تطعن في عثمان بن عفان. تقول ما سيدي واش نقولوها في رسول الله؟ في رسول الله، عثمان طعن فيه ورسول الله لا ماشي مشكل. نقولوا الا ابو بكر الا عمر الا عثمان الا عائشه مقبوله، ولكن تقولوا الا رسول الله صلى الله عليه واله، هذه الهضره راه ما تدخلش للراس، راه ما عندكمش. راه اللي تيقول انه اللي تيحامي على رسول الله صلى الله عليه واله فعلا واللي تيحب رسول الله صلى الله عليه واله فعلا هما هاد الشيعة الرافضه فقط وفقط. بغيتوها ولا ما بغيتوهاش، بغيتو تامنوا بها ولا ما بغيتوش تامنوا بها. ولكن سبحان الله اللي بغى يدير على اذنه غشاوه وعلى عيونه غشاوه وعلى ابصارهم غشاوه، اللي بغى يكون بحال هكذا وبغى يعيش بحال هكذا وبغى يعيش في النفاق وبغى يعيش في الكذوب، غيبقى ديما هكذا. ما غيعيش لا مزيان لا في حياته، ما غيعيش مزيان لا في اخرته لا في حتى شي حاجه، حيت عاطي راسو للحجاب، عاطي راسو للناس اخرين، هما اللي تيدويو عليه في دينه، هما اللي تيدويو عليه في سياسته، هما اللي تيدويو عليه في مصلحته في صحته في كل شيء. فوقاش بغيتوا تفيقوا بالسلامه؟ فوقاش كل شيء، حتى في دينكم حتى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتسنى الاخر هو اعلم مني، هو قاعد يطعن فيه عين باين. واش ما تجيكش انت بحال هكا تيجي واحد تيقول لك عبس وتولى عثمان لا راه ماشي هو، راه رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول لي هي هذيك والله كان تيعاتبوا، ولكن عثمان لا ماشي هو، وحماروا لك عينك على قبل عثمان، ولكن على رسول الله صلى الله عليه وآله لا ما يمكنش. نعم. وتزيد مثلا في الاخرى تكفير بسبب عائشه نزلت فيها مبرأة من فوق 7 سماوات. احنا سيدي ما تنامنوش بهذه القضيه، تنامنوا بان ماريا القبطيه هي اللي مبرأة. وشكون اللي اتهمها؟ من اللي اتهموها هاد عائشه نيت لعنها الله واخزاها، هاد عائشه حميراء الساقين هي اللي مولات هاد القصه ضدها. اصلا هاد الايات كانوا ضدها. سيروا قراو سوره التحريم،
ضدها، تتكفري سوره التحريم، هي تتكفر عائشه، ماشي حنا تنتكفروا بسبب عائشه. هذوك الايات تيكفروا عائشه، العكس تماما. شوف سبحان الله كيف تيتقلبوا المفاهيم. وزيد على ذلك تيقول لك الشيعه تيقتلوا. واش عمركم شفتوا مثلا حنا نقولوا مثلا اكثر واحد رافضي عندكم، اكثر واحد تشيعا، انجس واحد عندكم مثلا حنا نقولوها بحال هكذا هو الشيخ ياسر الحبيب. جبدوا لي شي فيديو قال انه اقتلوا اهل السنه كما تسميوا راسكم. حتى الفيديو اللي تتمسكوا به تتقولوا دعا الى هدم المساجد السنه، هو براسو مكذوب. سبحان الله عايشين في الكذوب، سبحان الله عايشين دينكم كله مبني على الكذوب، تتكذبوا على الاخرين، تكذبوا على انفسكم، تتكذبوا على ما عرفتش، عايشين في الكذوب، من الكذبه للكذبه تخرجوا من الكذبه وتدخلوا في كذبه اخرى. هذاك براسو مساجد السنه تهضر على حكم قراني كاين في القران ديال مساجد الضرار اللي كانوا في العراق تيخبيو فيها الاسلحه. انتوما اول واحد كان خصو يقول ان دوك المساجد خصهم يتهدموا باش يتعراو هذوك الناس. هو ما قال لا مساجد السنه لا والو، سير شد الفيديو وتلقى هذه الهضره. اكثر واحد واقرب منهج لحقوق الانسان ولحقوق الاخرين هو هذا الدين الرافضي، هو هذا. اما بتجي تقول مثلا الرفض اعظم فتنه اللي ممكن تحل على المغرب، يريدون ان يقتلون اهل السنه. الرفض اعظم فتنه ممكن تحل على المغرب. علاش بالسلامه اعظم فتنه ممكن تحل في المغرب؟ علاش؟ فين هو ما هي اوجه الفتنه؟ بغيت نفهم شنو هي الفتنه، شنو هو التعريف ديالكم للفتنه. ممكن يكون العكس، يعني اعظم خير يمكن الفتنه عندكم هي كلمه خير، اعظم خير ممكن يحل على المغرب، يمكن بالعكس بالمقلوب عندكم. علاش التشيع بغى يكون اعظم فتنه؟ فتنه بسببكم، ممكن يصير فتنه بسببكم نتوما، حيت نتوما هكذا ديما عايشين. تيدخل نيجيريا داخل الشيعه سيروا بوكو حرام ولا من نيجيريا يعني هذوك الجماعات اللي عندهم نسيت، كل دوله مطليه بكم، مطليه بهاد البكريين المتشددين كل وحده. ما بقينا تنعرفوا كاع حتى السميات. فين ما مشيتي تلقى لي تيقتلوا هذا، تيقتلوا هذا الشيعه، يقتل الله يستر وصافي منكم. اما فين عمركم شفتوا الشيعه اللي هما حنا ماشي ايران؟ نعيدوا نكرر، ايران ما عندهم حتى شي علاقه مع الشيعه، ومعمرها كانت دوله شيعيه. في هاد تنهضر على الدوله الحديثه ممكن شحال هادي، ولكن هاد الدوله الحديثه خميني وخامنائي دوله عرفانيه. سير قلبوا شنو معنات عرفانيه. دوله ما عندهاش علاقه مع الشيعه، دوله عندها مصالح سياسيه تلعب على السياسه. البارح كان امريكا الشيطان الاكبر، اليوم ولات الاتفاق النووي. واش ما تيبانلكش النفاق؟ حتى هذوك منافق سبحان الله بحال السعوديه منافقين، هذوك منافقين، هذا المغراوي منافق، عايشين في النفاق بحالكم اخوانكم كما تيقول الناس. الشيخ خامنئي فاش طلع وقال لا تسبوا، والله ما تينافقكم، ممكن ينافقكم على السياسه، ولكن سبحان الله هكاك حتى هما دايرين كوبي كولي ديالكم، تتشابهوا في نفس التفكير نفس هذا. هذاك واحد الفيرسيون مختلفه عليكم، وهذاك ويندوز فيرسيون مختلفه. اما الشيعه بغيتي تعرف الشيعه الرافضه هما حنا، الرافضه هما هادو تيتبرؤوا من ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه ومعاويه. علاش؟ ماشي تتبرؤوا منهم هكا نزاهه يعني هكذا بغاو يبانوا ولا ما، حيت هما فاش قلبوا ناس عاديين كانوا تما بكريين ولا شوف شنو كانوا، قلبوا تيبحثوا، لقاو ان ابو بكر عدو ديال الله سبحانه وتعالى، لقاوه منافق، لقاوه عمر لقاوه منافق، لقاوه قال رسول الله انه يهجر، اسس لترك سنه رسول الله صلى الله عليه واله، حارب السنه ديال رسول الله صلى الله عليه واله، قال انه يهجر، وحاول يحرفها ومنع تدوين الحديث ومنع الروايه، وكان تيحارب ضد الروايه، وكان ظالم، وكان تيضرب الناس والناس تيخافوا منه. وكذلك عثمان فرق على اسس هو كاع الملكيه من اوسع الابواب ديالها، امبراطوريه ولا في عهد عثمان، مفرقه هو على مروان بن الحكم، خوه من الرضاعه، خوه من مع منين، ولد عمته، كل مفرقه عليهم، فرق عليهم الدوله. وداك الشيء علاش الناس اصلا ثاروا عليه، مش الناس بعدا فاش ثاروا على عثمان ماشي ثاروا عليه زعما ما عرفتش شنو بغاو ينتصروا لعلي عليه السلام، يا ربي كون كانوا ثاروا على هذه القضيه، ثاروا على انفسهم. علاش؟ لان ابو بكر وعمر عمر ما خلاش عبد الله بن عمر، دوز الشورى بين قوسين، ما عمري شفت انا شي شورى دايره بحال هكذا بين ستة الناس وبواحد الشروط معينه، خصنا نقلبوا عليهم تبقاو تضحكوا. وما دير لها ديك اللعبه توتون فيغ عثمان بن عفان، توتون فيغ يعني بغى يديرها انها
مقاده باش انه يتسمى راه عالي، دخلته هو راه ما مدخلوش، خطه ديال داكشي ديال الميريكان، يعني مقاده بواحد الطريقه باش انها تصب عند عثمان ويبقى. وعثمان اصلا رضي فاش بغى يبايعوه راضيه بسيره الشيخين. داكشي علاش حنا بهذا الشيء المهم بلا ما نبغيش انا نفصل بزاف، ممكن ان شاء الله لا تابعتوا هذه القناه قناه فداك غتعرفوا كل واحد هذا ابو بكر علاش تنكروه، هذا عمر علاش تنكروه، هذا عثمان علاش تنكروه، غتعرفوا علاش. ماشي لانه هكاك ولكن لانهم منافقين. وزيد على ذلك انتم تحترمونا، حنا دابا بغيتونا نقولوا مثلا على ابو بكر وعمر وعثمان ما نقولوش عليهم كفار وما نلعنوهمش. واخا سيدي انتم تحترموا ابو طالب عليه السلام، تحترموا عبد المطلب عليه السلام، هادو تنعتبرهم حنا رموز. حنا هادو بغيتينا انت غتقول لي انا ما تحترموش لانه كافر، ضحضاح من النار، قال رسول الله كذبا وزورا بطبيعه الحال وبهتانا. اسيدي انا ما عندي ما ندير بالروايات ديالكم، انا سيدي عندي روايات، عندي اعتبرهم انت خرافات لا بغيتي، عندي انا روايات تنعتقد، عندي واحد الاعتقاد تيقول ان ابو طالب عليه السلام، عبد المطلب انسان شامخ عليه السلام، امنه عليه السلام، عبد الله عليه السلام، ابوي رسول الله صلى الله عليه واله، حنا عندنا ماشي ما كانوش مشركين، كانوا من اولياء الله الصالحين. وتقلبك في الساجدين، عندنا امنه عليه السلام من الارحام المطهره، وعبد الله كان من اولياء الله الصالحين، كان من الموحدين. انتم ما تتامنوش بها. نقول لك لكم دينكم ولي دين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هادشي باش غنتعامل معك، التعايش السلمي مذكور في القران، ولكن نتوما ما تتعاملوش بالمثل. هاد اللقطه ما عرفت كيفاش غترباو وتفهموها، ما فهمتش انا كيفاش غيوصل فوقاش غيوصل هذا الزمان اللي توليو تفهموا بحال هاد اللقطه. حنا راه تنحترموكم، ماشي تنحترموا الفكر ديالكم، الفكر ديالكم صفر، لان ما يمكنش انا نحترم فكر فيه انه قتلت رسول الله صلى الله عليه واله وقتلت الزهراء عليه السلام وقتل الائمه عليهم السلام مرضيين، ونحترم فكر اللي في نفس الوقت تيكفر والدي رسول الله صلى الله عليه واله والاباء ديالهم وعنده كافرين ومنحطين. هادو ما نقدرش انا نحترم هذا الفكر، ولكن نحترمك انت كانسان فانك تقول اللي بغيتي ونتعايش معاك، تقول داك الشيء اللي عجبك، ما نحبطكش، ما نوقفكش، ما نقولش لا ولا. وهاد الهضره واخا نتمكنوا باش نوليو حنا اللي حاكمينكم، راه حيت حنا هكا التفكير ديالنا، وهذا التفكير ماشي جبنا من عندنا، هذا هو فكر اهل البيت عليهم السلام. هادشي اللي علمونا اهل البيت عليهم السلام، وكنت تعرفوا على اهل البيت عليهم السلام غتعرفوا هذا الفكر كيفاش ثمين، كيفاش انساني، تيامن تيخليك انك تبحث على خاطرك، تبحث داكشي اللي فين ما وصلتي. سبحان الله، علي عليه السلام خرجوا ليه قالوا ليه، عرفوا انهم غيمنع التراويح، خرجوا قالوا سنه عمر سنه، نوضوا ليه القلاقل في سميتو، اش قال لهم؟ قالوا اقتلوهم، كنتو نتوما كون بسلام عليهم، كون كان الفكر ديالكم، قال لهم صافي، بما معناه خليهم. ماشي معنات ان لا راه سميتو سنه رسول الله صلى الله عليه واله ان التراويح بدعه وكل بدعه في النار. ونفس هذا عمر لعنه الله الحقير هذا اللي مبتالين به هاد الناس واللي مخدوعين فيه هاد الناس، نفس هذه الروايه اللي تعتمدوا عليها باش تتاصلوا للتراويح، تقول نعم البدعه هي، ولكن سبحان الله ام على قلوب اقفالها.